السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الكلام هنبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض اللفت بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة جدا جدا. أي حد يقدر يخلله اللفت من المخللات الشتوية اللي بيظهر معانا في شهر 12 وآخر 11 كمان وواحد. أنا باجيب الليفت بتاعي وباغسله بمَيّة جارية طبعًا، بس بانقعه في الأول بمَيّة سخنة، علشان خاطر إن ال الطين اللي هو فيه ده أقدر إن أنا وأنا باغسله بالفرشة أو بالسلكة أو بالليفة يطلع معايا بكل سهولة بالشكل ده كده، وباحوش منه الأصفرار وباحوش منه الحتت اللي هي عاملة زي الشعر دي أو الليف. بالشكل ده كده بالسكينة، لكن باحافظ على الحتة اللي من تحت اللي هي لونها موف دي، هي اللي بتخلّي لون الليفت معايا حلو حتى لو أنتِ مش هتحطي بنجر أو هتحطي أي حاجة. وكمان باحوش بس الحاجات الفاسدة في الجذع بتاعه أو العرش، بحيث إن هو وباخلّي الجذع فيه كده، بحيث إن هو بيخلّي حلاوة للليفت معايا. وبيخلّي طعم التخليل بتاعه كويس جدًا وحلو جدًا وبيسكّره عمومًا يعني، وبيخلّيه يحتفظ أكبر وقت ممكن. تمام. طيب أنا كده غسلته، طبعًا هابتدي إن أنا أقطّعه بالقطّاعة بتاعتي زي حسب ما أنتِ حابة. أي تقطيعة أنتِ حاباها يعني، بالشكل ده كده ويبقى منظره شكله حلو وجميل. أنا هاستعمل الكمية دي. آمم هاستعمل بنجراية واحدة قطّعته، بعد ما قطّعته غسلته تاني. قطّعت بنجراية كده وهاوزّعها على البرطمانات. وبعد كده هانزل بالليفت بتاعي. أنتِ حابة تحطّي شطة عادي حطّي، حابة تحطّي شطة ناعمة عادي حطّي، حابة تحطّي قرون فلفل شطة حطّي. أنا حطّيت قرون فلفل شطة، فما حطّيتش شطة ناعمة. تمام. هابدأ إن أنا هاعمل له محلول ملحي. المحلول الملحي هيكون عبارة عن كل لتر من المَيّة ليهم 3 معالق كبار من الملح ومعلقة سكر، وكمان هانزل بمعلقتين من الخل بحيث إن هو يدّي له القرشة. أو هو عمومًا الليفت مش بيحتاج خل، لكن إحنا بنحط له علشان كمادة حافظة، والسكر كمادة حافظة كمان. وهابدأ إن أنا بالتساوي بالمنظر ده كده، وهابدأ إن أنا أجيب كيس نايلون كده وأقطّعه وأغطّي بيه البرطمانات بحيث إن هي تبقى محكمة الغلق. حابة تحطّي دبس فلفل حطّي، مش حابة هو كده كفاية خالص ولونه هيبقى وردي. وإذا عجبتكم وصفاتي هتضغطوا لي لايك وشير، وكل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما تنسونيش من الدعاء، ومع السلامة.